يا ترى انت مستاجر قاعد مطمن في شقتك، ولا مالك شقتك مسجونه في عقد قديم؟ احنا دايما بنسمع عن مشاكل الايجار القديم. انت ممكن تكون مستاجر قاعد مطمن في شقتك بايجار رمزي، او ممكن تكون مالك حاسس ان شقتك مسجونه في عقد قديم. النهارده هنفك شفره الايجار القديم ونشوف ايه اللي بيخلي الموضوع ده مسيطر على الساحه، وايه اللي ممكن يحصل لو التعديلات المقترحه اللي بنسمع عنها بقت واقع. خليني اقول لك حاجه، اللي عايشين في شقق ايجار قديم ممكن يحسوا انهم ماشيين ضد التيار. ليه؟ لانهم بيدفعوا ارقام بقت شبه منسيه في السوق العقاري النهارده. الميزه الاساسيه هنا هي الاستقرار، شعور انك قاعد في بيتك من غير ما حد يهددك بزياده في الايجار او بطلب اخلاء مفاجئ. والميزه الثانيه، انت مش بس بتامن لنفسك، انت بتامن لاولادك واحفادك. العقد القديم كان بيضمن توريث الشقه للاولاد وكمان الاحفاد، لكن القصه ليها بعد تاني خالص. خلينا نكون صريحين، اللي شايفينه نعمه عند المستاجرين بيكون نقمه للملاك. شقه في وسط البلد او في منطقه حيويه بتجيب ايجار لا يتعدى 8 كوبايه شاي، ده ظلم باين للملاك اللي شافوا قيمه املاكهم بتنزل بمرور الزمن. والاسوأ من كده، المباني اللي بتسكنها العائلات دي بقت على وشك الانهيار، لان الفلوس اللي بيدفعوها مش مكفيه حتى للصيانه. التعديلات المقترحه بين الحلم والواقع. الموضوع دلوقتي دخل في مرحله جديده، الحكومه بدات تفكر بصوت عالي وبتقول لازم نعدل قانون الايجار القديم. بس خلي بالك، الكلام ده لسه في مرحله المناقشه، لكن لو التعديلات دي بقت قانون الدنيا هتتغير، زي ما حصل مع الايجار لغير اغراض السكن اللي تم تعديله عشان يعيد جزء من حقوق الملاك. التعديلات المقترحه بتقول ان الايجار هيزيد تدريجيا عشان الملاك يبداوا يشوفوا فلوس تليق باملاكهم، والمستاجرين يقدروا يتاقلموا مع الوضع الجديد. وكمان المالك هيقدر يرجع شقته لو محتاج يستخدمها، بشرط انه يدي فرصه للمستاجر لمده محدده مع زياده قيمه الايجار. ده غير ان الدوله هتتدخل في طرح شقق الايجار، وده بدا بالفعل. وكل ده عشان ما نلاقيش نفسنا قدام كوارث عمرانيه. طب ايه الحلول اللي ممكن نعملها عشان نبني مستقبل افضل لكل الاطراف؟ اول حاجه، لازم يكون في تعويض مناسب للملاك، حاجه تليق بقيمه املاكهم في السوق. والمستاجرين اللي مش هيقدروا يتحملوا الزياده، الدوله لازم توفر لهم بدائل سكنيه بتكلفه معقوله. المطلوب هو اننا نخلق توازن بين حقوق المالك وراحه المستاجر، زي ما حصل مع قانون الايجار لغير اغراض السكن. في النهايه الموضوع لسه مش محسوم، لكن اللي اكيد انك لازم تكون جاهز لاي تغيير. وقبل ما نختم، عايز اقول لكم نصيحه مهمه جدا. لو انت مقبل على التعاقد بعقد ايجار قديم، انا بصراحه مش بنصحك تعمل ده دلوقتي. ليه؟ لان في اي لحظه ممكن التعديلات تطبق، وساعتها هتلاقي نفسك من متعاقد على عقد مدته 59 سنه لعقد مدته 5 سنين. ودي مش هتكون مده العقد، دي هتكون مهله لانهاء التعاقد، وده غير الزياده السنويه اللي هتضاف على الايجار. الافضل انك تستنى شويه لحد ما التعديلات تتم وتتضح الرؤيه اكتر. وكمان تابعوا طرح الدوله لشقق الايجار، وده بالفعل بدا بتنفيذه في مجموعه من المحافظات. خليكم على اطلاع، وخليكم دايما مستعدين، وخليك فاكر ان اللي معاه روشته قانونيه عمره ما يتعب. كان معاكم صاحب الروشته ايهاب عبد الله، نشوفكم الحلقه الجايه، سلام.